وصفة النهاردة هنعمل كيكة بحجم عائلي. هتعمل أكتر من 40 قطعة من الكيك بحجم عائلي، هشة جدا وخفيفة وإسفنجية ولونها أبيض كده زي ما انتوا شايفين. مش هطول عليكم كتير. لو أول مرة بتشوفوا قناتي ياريت تشتركوا في القناة وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. يلا بينا نسمي بسم الله ونعرف الطريقة والمقادير على طول. بالنسبة للمقادير بتاعتنا عندي هنا أول حاجة كيلو من الدقيق منخول مرتين، ولازم الدقيق يكون منخول مرتين وبأكد عشان يدي هشاشة للكيك بتاعك. هاخد من الدقيق ده نص كوباية من الدقيق، هشيل من نص كوباية من الدقيق وهستبدل النص كوباية دي بنص كوباية من النشا عشان يديلنا نفس نتيجة الاسبونج كيك الجاهز. خلاص كده تمام. ده بالنسبة للدقيق. وبعد كده هضيف عليه ظرفين من الكيك شيف يكونوا كاملين مقفولين، ظرفين من الكيك شيف. لو ما عندكيش الكيك شيف هتضيفي معلقتين كبار هرميين من اي نوع بيكنج باودر تكوني انت بتحبيه وتستخدميه، ما بيكونش بيغمق الكيك. تمام كده. بعد كده عندي 5 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وعندي هنا فانيليا، وكمان عندي هنا كوباية من الزيت او زيت على زبدة او زيت على سمنة او اي نوع مادة دهنية انت بتفضليه. كمان عندي هنا قشر برتقان، قشر حوالي برتقانتين. تمام كده. هاخد القشرة الخارجية اللي هي لونها اورنج بس. ممكن تستبدلي القشر البرتقان باللي هو معلقة كبيرة من التانج او الفروتي برتقان او اي نكهة انت بتحبيها، ده بس عشان ينكه الكيكة بتاعتنا ويديلها ريحة حلوة. عندي هنا كمان 4 كوبايات من الزبادي بحجم صغير او كوبايتين بحجم كبير. ممكن تستبدليهم بكوبايتين من اللبن الرايب او كوبايتين من اللبن الحليب. تمام كده. عندي هنا كمان كوباية من المية. وبس كده كل المقادير بتاعتنا. عندنا كمان 3 كوبايات من السكر، والسكر لازم يكون ابيض ناعم الحبيبات عشان الكيكة بتاعتك تضمني ان هي لونها يبقى فاتح. ده كل المقادير بتاعتنا. اول حاجة كده هناخد البيض، طبعا الكميات دي كبيرة، ممكن تطحنيها او تضربيها على مرتين. هناخد البيض والسكر نضربهم مع بعض كويس جدا، وبعد كده هنضيف عليهم الزبادي او اللبن الرايب ايا كان اللي هتشتغلي بيه، وكمان المية والفانيليا، وندوبهم مع بعض كويس جدا، ونضيف سواء قشر البرتقال او التانج او الفروتي اللي هتستخدميه. وبعد كده نضربهم مع بعض شوية. واخر حاجة هنضيفها هي المادة الدهنية سواء زيت او سمنة او زبدة. بس لو استخدمت سمنة او زبدة لازم يكونوا سايحين بدرجة حرارة المطبخ، يعني تدوبيهم على نار دافية كده بدرجة حرارة المطبخ، مش عايزين يكون سخن. نضربهم مع بعض كويس جدا جدا. في الوقت ده بنكون محضرين الدقيق بتاعنا، هننزل عليه واحدة واحدة كده ونقلب المواد الجافة مع المواد السائلة لحد ما ناخد القوام الكيك المظبوط معانا. ده بيكون شكل القوام بتاع اللي هو الخليط الكيك. ممكن كمان تحط المكونات كلها مع بعضها في حلة العجان، لو عندك عجان تحط كل المكونات كلها مع بعضها وتفضلي تضربي فيهم 5 أو 7 دقايق كده لحد ما يديك القوام المظبوط ولون الخليط يفتح معاكي ويبقى لونه حلو كده. تمام كده. وبعد كده بقى هننزل بيه الخليط المواد الجافة اللي هي الدقيق والبيكنج باودر ورشة الملح ما ننساش. ننزل بيه واحدة واحدة كده، والتقليب يكون في اتجاه واحد زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بنكون محضرين القالب بتاعنا. ده القالب اللي هو المقاس الكبير اللي هو طقم الصواني، ده الحجم الكبير، اكبر مقاس في الصواني. هندهنها بسمنة او زبدة، وبعد كده هنبطن الصينية بشوية من الدقيق عشان الكيك ما يلزقش معانا. وبعد كده هننزل بخليط الكيك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين مقاومه مثالي جدا، لون الخليط فاتح جدا كده زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله تبارك الرحمن. والريحة تحفة جدا جدا ما شاء الله. المستوى بتاع الكيك مش عالي قوي كده زي ما انتوا شايفين. الخليط اول لما صبناه المستوى مش عالي بتاعه، تقريبا عقلة صباع. لما بيدخل الفرن ما شاء الله بيعلى معانا وبينتفخ ويطلع معانا كيكة هشة جدا وعالية. خلاص بنكون محضرين الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180. بسخن الفرن قبلها ب5 دقايق. الصينية دي بنحطها على الشبكة على الرف الوسطاني. تمام. بشغل الفرن من تحت بس،
على درجة حرارة 180 أو على النص كده لو معندكيش درجة حرارة. خلاص كده بسيبها تقريبا هتاخد من 50 ل60 دقيقة على حسب نوع الفرن عندك. ما بشغلش عليها الشواية، هي بتاخد لون عشان الصهد اللي بيطلع من الفرن بيخلي الكيكة من فوق كده تلون. تمام. اول لما قبل ما تدخلي القالب الفرن لو لقيتي فيها فراغات كتير كده ده بيبقى ناتج عن البيكنج باودر او تفاعل البيكنج باودر. تجيبي خله كده وتعملي فيها زي تفضي الفراغات رايح جاي كده قبل ما تدخلي الفرن عشان الفراغات دي ما تبقاش مقصره فيها بعد لما بتطلع من الفرن او بعد لما تستوي. خلاص انا كده سويتها واخدت معايا لون. طب لو ما اخدتش لون من فوق هشغل بس الشوايه لمجرد ثواني تاخد لون وهخرج مش هخرجها على طول. هقفل الفرن بعد لما تاخد لون. هقفل الفرن طبعا لما اتاكد ان هي استوت تماما. هضربها بخله كده، لو لقيت الخله طلعت نظيفه يبقى كده تمام مش محتاجه سوا تاني. هطلعها على طول؟ لا طبعا مش هطلعها على طول عشان ما تهبطش معايا. هسيبها في الفرن مقفول والفرن موارب كده نص فتحه لمدة 5 دقايق، وبعد كده هرفعها على البوتاجاز من فوق مش على الرخامة عشان ما تهبطش معايا لان الرخامة بتبقى ساقعة. لما بتطلع بدهنها بأي نوع بقى، عسل أو سيرب عندي أو أي مثلا مربى فراولة، مربى مش برتقان، أي نوع من المربات لو عندك. وبعد كده برش عليها شوية من جوز الهند، وده اختياري ممكن تقدميها كده بدون أي حاجة، ده يرجع ليكي. خلاص بقطعها كده 3 صفوف بالطول، وبعد كده بقطعها بالعرض كده عشان ترمي معايا كمية كبيرة من عدد كبير من القطع. شايفين ما شاء الله لون الكيكة ابيض فاتح شاهي البياض ازاي، واخده لون تحفة جدا من فوق ومن تحت وحاجة كده الله اكبر تبارك الله، يعني ما شاء الله. شايفين الكيكة قد ايه حلوة، تحفة جدا، هشة خفيفة اسفنجية ناجحة جدا عالية. لونها تحفة. لو مشيتوا على الخطوات مظبوط هتطلعوا احلى كيكة كمان بحجم عائلي جدا. يعني بدل ما تعملي صينيتين من الكيك لا انت عملتي كيك بحجم عائلي مناسبة بقى للمناسبات وكمان للصيف كده، لو خارجة برا او حاجة زي كده، او حتى مثلا عاملة كمية كبيرة من الكيكة عشان توزعها على حبايبك هتعمليها بالطريقة دي. بجد تحفة جدا رهيبة. الكيك مستوي مش معجن او نية من جوه. تضغطي على الكيكة كده تلاقيها ترد معاكي تاني، تعرفي ان الكيكة مستوية معاكي ما شاء الله تبارك الرحمن. ده كان الفيديو بتاعي النهاردة. لو عندكم اي استفسار او اي تعليق اكتبوله تحت الفيديو، وجربوا الكيكة بجد تحفة جدا. لو حابين تعملوا الكيكة بنص كيلو من الدقيق ممكن تقسموا المقادير على 2 هتديكوا كمية اقل. خلاص ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشوفكم على خير.